مساء الخير. أحب أعرفكم بنفسي، أنا المواطن المصري بدون اسم، لأن الأسماء ما تفرقش. مواطن عايش على أرض مصر، مولود على أرض مصر، هموت على أرض مصر، بحب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. ليس لي أي انتماءات سياسية أو حزبية، ولا أنا تبع جماعة إخوان المسلمين الإرهابية ولا السلفية. راجل متدين، أنا راجل بصلي وعارف ربنا. ماليش أي انتماءات لا دينية ولا حزبية ولا سياسية. كل اللي جاي النهاردة أوجه رسالة للحكومة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتجار: انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ أنا كمواطن عندي 43 سنة، عاطل، مش لاقي شغلة. كنت مدير حسابات في احد الشركات ومشيت، ومشوني عشان خاطر كورونا والكلام ده، وبعدها الدنيا وقفت. وكل ما اروح يقول لك سنك كبر، سنك كبر. يعتبر على باب الله. الحمد لله ربنا ما رزقنيش بولاد، ما رزقنيش بولاد، واقول الحمد لله، الحمد لله. لان كان اجيب عيل معاه كان هيتعب، كان هيتعذب. بقول الحمد لله ان ربنا ما رزقنيش باي ولاد. طيب يا مسؤولين يا تجار، الرحمة حلوة. النهاردة شوية خضار اقسم بالله يعدوا ال 200 جنيه. الطماطم ب 30 جنيه، الخيار ب 20 جنيه، البصل ب 30 جنيه، التوم ب 40 جنيه، البتنجان الكيلو ب 10 جنيه، الكرنبايه ب 40 جنيه، الفاكهة اللي بقت سعرها بقى متناول. طب الاب انكسر قدام عياله، الراجل انكسر قدام عياله. طب اللي عنده عيل واتنين يعني يتعلموا ازاي ولا ياكلهم ايه؟ اقسم بالله في ناس اصحابي قالوا مش هنعلم عيالنا، مش هنعلم عيالنا السنه دي. الكتب الخارجيه بقت نار. الكتب وغير كده مفيش اعتماد على كتب المدرسه. الكتاب وصل مرحله ابتدائيه ل 150 جنيه، لحد الثانويه وصل 900 جنيه كتاب. ليه 900 جنيه كتاب؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما عشان ايه؟ خلاص مش لازم تعليم. يا جماعه حرام عليكم. الراجل انكسر قدام عياله وقدام اسرته. كسرتوا نفس الراجل وذلتوه. لحد امتى الاسعار دي هتفضل كده؟ لحد امتى مفيش رقابه؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول اللي سايبيننا يتلاعبوا بينا كده؟ انتوا بتقولوا في سعر كذا وكذا وكذا، بنروح نلاقي اسعار تانية. النهارده طالعين بتقولوا طبق البيض ب 110. التجار النهارده بيبيعوه ب 150 جنيه. طبق البيض ب 150 جنيه، اللحم 350 جنيه، كيلو الفراخ البيضه وصلت النهارده 80 جنيه. والله 80 جنيه اقسم بالله. انا بقول الكلام ده لان النهارده سائل. انا اخر 200 جنيه في جيبي، والله اخر 200 جنيه في جيبي جبت بيهم خضار. جبت بيهم ايه؟ كيلوات، كيلوات يا جدعان. وما جبتش حاجه، والله ما جبت حاجه. البصل ب 30 جنيه النهارده، الطماطم ب 30 جنيه. الطماطم وصلت 30 جنيه ليه؟ والمعفنه المفعصه الصغيره ب 25. يا جماعه انا بقول ابوس ايديكم، كفايه كده. يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتدخل ارجوك. الفلاحين دلوقتي عاملين تمرد، والله عاملين تمرد. ومن بق الفلاحين قال لك مش هنزرع تاني، مش مهم عندنا. طب ليه؟ يقول لك ما انا ما بصدرش، السماد بيجي لي غالي، الميه غاليه، مفيش عماله، مش زارع. ازرع اكل نفسي، واللي فايض عندي بيبيعوا بالكوا والغلا. طب ارجوك اتدخل. طب لو في مزارع في الجيش خليها تنزل الخضار طيب للناس. ده الخضار ده هو ده اساسي. يا ريس انا كمواطن مصري وعايش ارض مصر بقول لك مشاريعك على عيني وعلى راسي، مش عايزها. انا عايز اكل واشرب، عايز الاسعار تنزل زي ما هي، زي ما كانت الاول. انا عاوز اكل واشرب. انت عملت في مصر عظمه مش ليا، والله ما ليا. انا مش كمواطن قاعد بره القاهره مش مستفيد بيها. انا مش عارف اعيش. يعني اموت نفسي؟ خلاص هموت نفسي يا ريس، هموت نفسي يا ريس. انا وغيري من الفقراء كلهم هيموتوا. الرحمه حلوه، الرحمه يا اهل الرحمه، الرحمه يا ملك، الرحمه يا صاحب العدل، الرحمه حلوه. يا رب حسوا بالغلابه، حسوا بالناس الفقراء، حسوا بالناس اللي هتموت.
شكرا ليكم.